الفقر مش عيب، لكن اللي يزعل بجد لما حد ياكل حقك ويسيبك مش لاقي تاكل، يرميك. لما أقرب الناس يقسوا عليك ويحرموك من أبسط حقوقك. اتنهدت، نفخت نفس زي النار طالع من صدري وانا واقف في شارع البنوك، شارع صلاح سالم في قلب المنشية. وقفت قصاد العمارة القديمة اللي على الطراز الإنجليزي اللي مبنية من 200 سنة. مين يصدق إني المفروض أكون صاحب العمارة دي؟ ما هو صاحب العمارة يبقى الجبلاوي أكبر تاجر عطارة في المنشية من أيام الإنجليز، من يجي 100 سنة. حاجات ياما ما بتتصدقش، أهمها إن الجبلاوي صاحب العمارة يبقى جدي. جدي لازم أبويا. وتاني حاجة ما تتصدقش إن الجبلاوي لسه عايش. عدى 100 سنة ولسه عايش. كل عياله ماتوا وأولهم أبويا. حتى أمي الله يرحمها هي كمان ماتت. ما عادش فاضل حد في العيلة غير الأحفاد اللي أنا منهم، الأحفاد اللي محدش يعرف التاني منهم. والجد الوحيد الجبلاوي لسه عايش. الجبلاوي على ما اسمع يعني مش عاوز يعرف حد من أحفاده، وأولهم أنا. الجبلاوي متبري مني ومن أبويا من زمان قوي، لدرجة إنه لما قسم ورثه على حياة عينه حرم أبويا من كل حاجة، ما عطلوش حاجة من الميراث، وعطى الميراث كله لعمامي بقية إخوات أبويا اللي ورثوه لولادهم ولد ورا التاني. إنما أنا طالع فقري زي أبويا بالظبط. اتحرمت من ميراث جدي الجبلاوي لأن أبويا اتحرم منه، وده كله بسبب غلطة واحدة بس أبويا غلطها وفضل يدفع تمنها طول عمره. أبويا اتجوز أمي، وجد الجبلاوي ما كانش راضي عن الجوازة، ولما أبويا أصر إنه يتجوز أمي جدي نفذ تهديده وحرم أبويا من الميراث. يا خسارة يا أبويا، يعني كان لازم تتجوز أمي؟ ما انت لو اتجوزت أي واحدة غيرها كان زماننا مرضي عننا من جد الجبلاوي، وكان زماننا بنلعب بالفلوس لعب زي عيال عمامي كلهم اللي مش عاوزين يعرفوني هم كمان عشان فرق المستوى والفلوس اللي بيني وبينهم. وقفت متجمد قدام العمارة الكبيرة اللي باين عليها تراب الزمن. عيني جت على الصندوق الصغير بتاع البواب اللي بيبيع عليه جرايد، وهو بيسترزق وموقف عليه بنته الحلوة، بنت بكر مليانة، انما حتة قشطة. على طول بتبقى واقفة تتمايل بالجيبة القصيرة المحزقة اللي هتطرشق من على نصها التحتاني، وبتشاغل اللي رايح واللي جاي بصدرها البكر الحلو اللي بياخد القلب والعقل. معظم الناس اللي بتشتري جرايد من بنت البواب ما بتشتريش عشان هم بيحبوا الجرايد واخبارها، لا، دول بيشتروا عشان هم بيعشقوا بنت البواب وحلاوتها وحلاوة جسمها البكر الفاير. اتنهدت وانا بنقل عيني ما بين العمارة القديمة وبين بنت البواب اللي بتبيع الجرايد، وقلت لنفسي لو تعرف بنت البواب اني حفيد الجبلاوي وان العمارة دي كلها بتاعتي كان زمانها بقت تحت ايديا وملك ايدي وبتتمنى لي الرضا ارضا. انما هعمل حظوظ بقى. اتنهدت وانا افكار كتير بتيجي في دماغي، ولمعت عينيا فجأة فكرة مجنونة جت في دماغي، هزت دماغي وانا حاسس باليأس. فكرتي دي عشان تتطبق محتاجة فلوس كتير، وانا كحيان معيش ولا مليم. ورجعت اراقب بنت البواب وهي رايحة جاية قدامي وبتوطي بجسمها الفاير تبيع الجرايد للناس، بتتمايل بصدرها الكبير المليان بتغري بيه الزباين. وقلت لنفسي طب انا هجيب فلوس منين عشان انفذ الخطة بتاعتي؟ واكلت بنت البواب بعناية وانا بقول مفيش بد بقى، لازم اروح لشفيقة، مفيش غيرها. شفيقة هي الوحيدة اللي تقدر تحللي المشكلة دي.
ورجعت اكل بنت البواب بعينيا. رجعت بحلق في صدرها الفاير اللي بتغري بيه الزباين، ورفعت عيني على عمارة جدي الجبلاوي، وقلت في نفسي وانا برجع بحلق في صدر بنت البواب الفاير: هانت يا بنت البواب، هانت. لبست الحتة اللي على الحبل ونزلت كرموز، مطرح ما شفيقة ساكنة. شفيقة أكبر من أمي صحيح، لكن هعمل إيه؟ هعتبرها زي الدواء المر اللي لازم أشربه عشان يخففني. ما هي مفيش طريقة عشان أكمل خطتي غير شفيقة، ماليش سكة غيرها. فتحت لي شفيقة الباب، برقت بعينيها، اتسندت بدراعاتها العريانة على الباب، ورفعت حواجبها وهي مستغربة. كانت لابسة قميص نوم أحمر بصدر مفتوح، وفجأة ومن غير مقدمات ضحكت شفيقة ضحكة عالية مجلجلة، ضحكة مصهللة خلتنا بص حواليا. ودخلت مشيت قدامي، بصيت على أغلب ظهرها العريان في القميص المكشوف، ولقيتها بتقول: جاتك ايه يا واد يا مرسي؟ ايه اللي فكرك بيا؟ هزيت دماغي، قفلت الباب عليا وعليها وقربت منها. وقفت قدام الترابيزة، كانت بتعمل قهوة. نزلت الكنكة من فوق السبرتاية وصبتها في الفنجان الصغير. وقربت من شفيقة من ظهرها العريان، لزقت جسمي في جسمها، ضمتها في حضني بقسوة وانا بقول لها: اصلك وحشتيني قوي يا شفيقة. ضحكت شفيقة ضحكة مصهللة جديدة، وقالت وهي بتدحرج عينيها عليا: يا واد يا بكاش، شكلك عاوز حاجة. ضمتها بقسوة اكتر، شدتها في حضني زي المجنون وقلت لها: ايوه عاوزك انت يا شفيقة. اتميلت شفيقة، حاولت تفلفص من بين ايديا، بصت لي وقالت: يا واد القهوة هتفور، خد بالك القهوة هتدلق. بصيت في عينيها وانا بشدها من ايديها ناحيتي وببص في عينيها، جرجرتها ناحية اوضة النوم وانا بقول لها: ما تدلق القهوة، ابقي اعملي غيرها، انا مش قادر اصبر ابدا يا شفيقة. وسابت لي شفيقة نفسها، شدتها من ايديها بكل لهفة ودخلت بيها اوضة النوم. وضحكت شفيقة، ضحكت ضحكة عالية، ضحكة مصهللة، ضحكة مجنونة. اتمددت شفيقة على السرير بجسمها الملظلظ العريان، ووقفت انا قدامها بعمل لها كوباية قهوة جديدة على السبرتاية بدل اللي اتدلقت. قبل ما القهوة تفور لحقتها وصبتها في الفنجان، وقربت من شفيقة وهي نايمة عريانة قدامي. ناولتها الفنجان في ايديا وانا بقول لها: اتفضلي يا عروسة. ضحكت شفيقة ضحكة كبيرة وقالت وجسمها كله بيترجرج قدامي: شكرا يا عريس. ميلت على شفيقة، بصيت في عينيها وقلت لها: انا ليا عندك طلب يا شفيقة. برقت شفيقة، اخدت شفطة بصوت عالي من فنجان القهوة وقالت لي: خير يا اخويا، خير يا مرسي. قعدت جنبيها على السرير وقلت لها: انا عاوز 5000 جنيه. شهقت شفيقة، ضربت على صدرها العريان بايديها، بصيت لي بسخرية وقالت: 5000 جنيه حتة واحدة؟ قربت منها، برقت بعينيا وقلت لها: وغلاوتك عاوزهم عشان مصلحة شغل هتجيب لنا فلوس كتيرة به، هنتنغنغ انا وانت يا شفيقة. اتميلت شفيقة، بصيت لي بسخرية وقالت باستهزاء: منين يا روح امك؟ مديت ايديا، اخدت منها الفنجان وشدتها من دراعها العريانة، عصرتها في حضني، حضنتها بكل قسوة وقلت لها: وبعدين معاكي بقى يا شفيقة، وبعدين معاكي. ما نزلتش من عندي شفيقة غير وانا معايا 5000 جنيه. حسيت اني كأني بعت لها نفسي، انما مش مهم، مش مشكلة، مش مهم ابدا. اهم حاجة انفذ اللي في دماغي. وافتكرت بنت البواب اللي بتبيع جرايد قدام بيت جدي الجبلاوي، وقلت في نفسي: جايلك يا بنت البواب، جايلك. من الصبح بدري من النجمة وقفت قدام العمارة بتاعت جدي، اشتريت طقم كاجوال ولبسته، انما طقم ايه من بتاع الناس العلاوي. وسرحت شعري ولبست نضارة شمس حطيتها على عينيا وبقيت على سنجة 10. ولمحت بنت البواب وهي بتفرش فرش الجرايد، وقربت منها وقفت قدامها، بصيت عليها وهي بتوطي بجسمها الفاير وبترص الجرايد فوق السبت.
اكلت البنت بعينيا وانا بقرب منها وقلت لها بكام الجرايد يا شاطرة؟ رفعت البنت عينيها ناحيتي، برقت بعينيها، بصت لي باستغراب وهي مصدرة صدرها الفاير في وشي وقالت تقصد انهي جورنال يا بيه؟ قربت منها اكتر، بصيت في عينيها وقلت لها اقصد كلهم، كل الجرايد اللي عندك. برقت بعينيها، قربت مني وهي مبهورة بلبسي وبنضارتي وبالعربية اللي انا مأجرها اللي راكنها جنبي. حسيت بدفى جسمها وهي بتقرب مني اكتر وقالت لي مش فاهمة يا بيه انت عاوز ايه بالظبط؟ ضحكت بسخرية، رفعت النضارة من على عينيا وحطيتها على دماغي وقلت لها وانا بشاور على الجرايد شوفي كل الجرايد دي تعمل لها كام وخدي تمنها وخشي ارتاحي بقى. وقربت منها، بصيت في عينيها اكتر اللي بتترعش قدامي وهي مبهورة وقلت لها اصلك بصراحة عجباني، وكل يوم بعدي عليكي بعربيتي عشان اشوفك واشوف عينيكي الحلوة. حسيت بالضعف مالي عينيها، اترعشت شفايفها، حسيتها بتنهار. قربت منها اكتر وقلت لها وانا بطلع ايدي من ورا ظهري وبمدلها وردة حمرا كنت مخبيها في ايديا هو انتي اسمك ايه يا شاطرة؟ بلعت البنت ريقها بصعوبة، اتهزت قدامي، بصت في الارض وقالت اسمي كاميليا يا بيه، كاميليا. ابتسمت لها ومدت ايديها زي المسحورة، اخدت الوردة من ايديا، كانت مش قادرة تسيطر على اعصابها ومدت ايدي في جيبي. برقت كاميليا، اتزعلت وهي بتشوفني بطلع من جيبي رزمة فلوس كبيرة وبقول لها بكام الجرايد دي كلها؟ هزت كاميليا دماغها، اترعشت عينيها ما اتكلمتش. عديت من الفلوس اللي في ايدي كذا ورقة ومدتهم لكاميليا وقلت لها كده كويس؟ بلعت ريقها بصعوبة وقالت كويس، كويس قوي يا بيه. وخطفت من ايدي الفلوس وهي فرحانة بكل جشع واتجمدت وانا بدخل جوه العربية وبشاور لها بايدي. ودورت العربية ومشيت وانا سايبها مبهورة وبتبرق والذهول مالي عينيها وملامحها. ودي كانت اول خطوة، اول خطوة واهم خطوة. كان لازم اتحرك بسرعة قبل ما الفلوس اللي معايا تخلص، لازم اوصل لغرضي قبل ما تضيع مني كل حاجة. وعشان كده انا عندي ميعاد النهاردة مع كاميليا في اكبر كافيه في البلد، في تريانون اللي في محطة الرمل. قعدت قدامي كاميليا وهي مبهورة بالمكان، بتبصله يمين وشمال. وميلت عليها وابتديت اسألها عن جدي الجبلاوي. قالت لي كاميليا انها عمرها ما شافت جدي بعينيها، وان اللي بيخدم الجبلاوي 2 بالظبط، عم ادريس الراجل النوبي العجوز اللي بيخدم جدي من سنين وسنين وبيأكله وبيشربه وبيحميه وبيغير له هدومه، والراجل التاني يبقى عم مصطفى اللي بيجيب له طلباته من الشارع ومن السوق. ميلت عليها وقلت لها هو الجبلاوي يعني ما بيتحركش من مكانه؟ هزت دماغها وقالت يتحرك ازاي؟ ده بيقول انه جلد على عظم، ده عدى 100 سنة. رجعت بظهري لورا وبصيت لها وقلت لها وعلى كده الجبلاوي بيصرف منين وبيجيب اللي يحتاجه ازاي؟ بصت كاميليا حواليها زي ما تكون هتقولي سر كبير. ميلت عليا وقالت بيقولوا ان الجبلاوي عنده صندوق كبير مليان دهب، كل ما يحتاج فلوس بيبعت عم مصطفى بحتة دهب يبيعها له وبيصرف منها لحد ما تخلص. برقت بعينيا، قلبي دق بعنف، اتزلزلت وانا بقول لنفسي بقى كده يا جدي انت اللي رجلك والقبر معاك صندوق دهب بتصرف منه، وانا حفيدك الغلبان رميني في الشارع وانا مش لاقي اكل. وهزت دماغي وانا بقول لنفسي لازم اخد حقي، لازم اخد حقي منك يا جبلاوي. عشان كل حاجة لازم تتم بسرعة، ما كانش عندي وقت اضيعه. عشان كده الليلة دي كانت ليلة مش عادية. ايوه، كنت في شقتي اللي على البحر، الشقة المفروشة اللي اجرتها اسبوع بحاله، وكنت قاعد في الصالون مستنيها. ايوه، مستني كاميليا، كاميليا بنت البواب اللي زغللت عينيها بفلوسي وما بقتش تقدر ترفض لي طلب، وعشان كده هي جاية عندي النهاردة برجليها. وما مرش وقت كبير ودق الجرس وفتحت الباب ولقيتها، لقيت كاميليا
بحلاوتها وبجسمها البكر الفاير وبصدرها المجنون اللي ما اتلمسش قبل كده. ودخلت كاميليا، دخلت خايفة ومبهورة وهي بتقلب عينيها في الشقة. قعدتها جنبي وقلت لها: ها، ايه رأيك في الشقة يا كاميليا؟ دي الشقة اللي هنتجوز فيها انا وانت يا حبيبة قلبي. برقت كاميليا، بصت في الارض بكسوف وما اتكلمتش. قربت منها، بحلقت في جسمها الفاير، حطيت ايدي حوالين جسمها الطري، ضمتها في حضني. دحرجت كاميليا عينيها عليا وقالت: انا خايفة يا سي مرسي. برقت لها بعينيا، مديت ايديا افك زراير البلوزة اللي لابساها، وبرقت وانا براقب لحم صدرها البكر الطري اللي بينكشف قدام عينيا، وقلت لها: يا بت ما تقوليش كده، ما تخافيش، ده انت هتبقي مراتي يا بت. وبصت كاميليا في الارض، استسلمت للمساتي ونظراتي الشيطانية، وسابت لي نفسها وجسمها البكر الفاير بيلالي بين ايديا. وما تكلمناش ابدا ابدا. بعد اللي عملته في كاميليا كان لازم انتقل للخطوة الجديدة. ايوه، مفيش وقت، انا الفلوس اللي معايا خلاص قربت تخلص. وقعدت كاميليا في الشقة قدام مني، واضطريت ان اصارحها بكل حاجة. قلت لها على الحكاية كلها، حكاية جدي الجبلاوي، وحكاية اني فقير ومش لاقي اكل. واتصدمت كاميليا، لطمت على وشها، بصت لي والانهيار في عينيها وقالت: يا لهوي يا سي مرسي، يعني انت ضحكت عليا وضيعت شرفي؟ ولا انت غني ولا حاجة، ولا معاك فلوس، ولا دي شقتك، ولا دي عربيتك. اتنهدت وقالت بحسرة: انت ضيعتني يا سي مرسي، يعني مش هتتجوزني بعد كل اللي حصل ما بيننا ده؟ برقت لها بعينيا، بصيت لها وقلت لها بغضب: يا بت عيب، انا عمري ما بيعك ابدا، بس انا محتاج انك تساعديني عشان اقدر اتجوزك واعيشك العيشة اللي بتتمنيها. هزت كاميليا دماغها وقالت باستغراب: اساعدك ازاي؟ ميلت عليها وقلت لها وانا عينيا بتضيق زي الشيطان: انا عاوز نسخة من المفاتيح بتاعت شقة جدي، شقة الجبلاوي. وبرقت كاميليا، اترعشت، اتنفض كل كيانها وما اتكلمتش ابدا. اقنعت كاميليا انها تجيب لي مفاتيح شقة الجبلاوي عشان ادخل واخد صندوق المجوهرات بتاع الجبلاوي. وبرقت بعينيا وانا بقول لكاميليا: احنا مش بنسرق يا كاميليا، ولا بناخد حاجة مش من حقنا، ده حقي وحق ابويا اللي حرمنا منه الجبلاوي. كان زي ما يكون شيطان وساكن جوايا، بتحرك بأوامره وبنفذ كلامه حرف ورا حرف. فهمت من كاميليا ان الاتنين اللي بيخدموا الجبلاوي هما وبس اللي معاهم المفاتيح: الراجل النوبي العجوز اللي اسمه إدريس، والراجل اللي اسمه عم مصطفى، وده دايما تعبان وبينام على نفسه في اي حتة. واستغلت كاميليا الفرصة لما نام عم مصطفى على نفسه وهو قاعد على دكة ابوها البواب بيفطر معاه، وسرقت كاميليا مفاتيح شقة جدي من جيب عم مصطفى وعملت لي منها نسخة. ومسكت المفاتيح وانا مبرق: اخيرا يا جدي، اخيرا بقى معايا مفاتيح شقتك، وهدخل عندك عشان اخد حقي وحق ابويا اللي انت اكلته مننا من سنين وسنين يا جدي. الساعة 3 الفجر، الجو كان برد شوية، وانا واقف في المنشية قدام عمارة جدي القديمة. باب العمارة كان مقفول، لكن ولا يهمني ولا يفرق معايا. الساعة لما دقت 3 بالظبط، انفتح الباب قدامي زي الاتفاق اللي بيني وبين كاميليا. فتحت لي كاميليا باب العمارة في الميعاد بالظبط، ودخلت وانا مبرق. بصيت لكاميليا وهي واقفة بتترعش قدامي وقالت لي: ما تتأخرش يا سي مرسي. هزيت دماغي بجشع وطلعت السلالم، وكاميليا بتبص عليا والقلق مالي عينيها. فضلت انهج وانا طالع السلم، كنت خايف منكرش. واخيرا وقفت قدام شقة الجبلاوي، شقة جدي، وطلعت المفاتيح من جيبي. كانت ايديا بتترعش، وفتحت الباب ودخلت الشقة، وبرقت بعينيا وانا ببص جوه الشقة. صحيح الشقة كانت قديمة قوي، انما كانت نظيفة ومليانة تحف من الغالية، وصور على الجدران ما شفتش زيها قبل كده. واتنهدت وانا بقفل الباب ورايا وبدخل جوه الشقة وبقول: كل العز ده انت عايش فيها جدي، ورمتني انا وابويا في الشارع العمر ده كله؟ احترت وانا بقلب عينيا بين الاوض، يا ترى انهي فيهم اوضة جدي الجبلاوي؟
برقت وانا بقرب من اكبر اوضه في الاوض وفتحت الباب، وبرقت بعناية وانا بلمح حد نايم على السرير ومتغطي بالبطانية. دق قلبي بعنف، ده اكيد جدي الجبلاوي نايم. ايوه. وقربت، مشيت على مشط رجليا، فضلت ادور بعناية في الاوضة، بدور على اي دولاب او على الصندوق اللي مليان مجوهرات بتاع جدي الجبلاوي. لكن فجأة اترعشت لما خبطت بايدي غصب عني فازة كانت على كوميدينو جنب السرير، ووقعت الفازة. وقعت وانا بحط ايدي على دماغي، وقعت الفازة على الارض وعملت صوت عالي قوي. وبرقت بعينيا، غاص قلبي في رجليا لما اتحرك الراجل اللي نايم تحت الغطا. اتشال الغطا من فوق الراجل النايم، وفجأة لقيته بيتعدل وهو بيقول مين هنا؟ وبرقت بعينيا، انهار كل كياني وانا ببص في وش الراجل. ده مش جدي الجبلاوي، ده راجل نوبي اسمر، ده اكيد عم ادريس الخدام بتاعه اللي بيخدمه من عمر فات. وبصلي ادريس بعينيه الضعيفه، مد ايده اللي بتترعش ناحيتي، قام بصعوبه وهو بيمسكني من كتافي وبيصرخ وبيقول انت مين؟ انت حرامي. وابتدى يصرخ بصوت عالي، يصرخ ويقول حرامي. اتعجبت، ازاي راجل عجوز مكحكح في سنه دي وعنده الصوت العالي ده كله؟ وفضل الراجل العجوز يصرخ وما كانش في بد، لازم الراجل ده يسكت والا هيعمل لي فضيحه، هيوديني في داهيه. وبسرعه هجمت على الراجل النوبي العجوز، كتمت نفسه بايديا، كتمت صوته. مسكين، ضعيف قوي وعجوز قوي، ما عندوش اي مقاومه ولا اي صحه، عمر وسنين سايبه اثرها عليه. اترعش الراجل بين ايديا، وبعد كده سكت خالص وما اتحركش. رفعت وشه بايديا ناحيتي، لقيته مبرق بعينيه ومفيش في جسمه نبض خالص. عم ادريس مات بين ايديا. رميت جثة عم ادريس على الارض وجريت فتحت باب الشقة، كنت مرعوب وقلقان، ونزلت اجري على السلالم. ايوه، كفاية اللي حصل لحد كده. ومشيت في الشوارع زي المجنون، كنت حاسس بالضياع. انا ما طلعتش بحاجة من اللي عملته ده كله غير اني قتلت عم ادريس، ما كسبتش حاجة من اللي حصل ده كله، خسرت كل حاجة. وزي اي مجرم بيحوم حوالين مكان جريمته، تاني يوم الصبح رحت المنشية وقربت من عمارة جدي، وقفت قدامها. النهاردة كاميليا ما فرشتش بالجرايد، شكلهم اكتشفوا موت عم ادريس. لمحت البواب ابو كاميليا واقف قدام العمارة بيضرب كف بكف، وقال كأنه بيرمي قنبلة في وشي: لا حول ولا قوة الا بالله، مات الجبلاوي بعد العمر الطويل. واتنفضت، غاص قلبي في رجليا. مستحيل، اللي انا موته ده ما كانش الجبلاوي ابدا. انا قتلت الراجل النوبي الاسمر، وجدي مش اسمر، انا متأكد رغم اني ما شفتش جدي قبل كده، بس اللي قتلته ده ما كانش جدي. وقربت من البواب ابو كاميليا وقلت له وانا شفايفي بتترعش: هو ايه اللي حصل بالظبط يا بلدينا؟ هز البواب دماغه وقال: عيل حرامي ابن حرام دخل شقة الجبلاوي وقتل عم ادريس الخدام بتاع الجبلاوي. ولما الجبلاوي اكتشف ان ادريس الخدام بتاعه مات، اللي هو عايش عمره كله معاه، هو كمان من حزنه على الخدام بتاعه مات هو كمان. اصلهم 10 سنين وسنين. وبرقت بعينيا، اتزلزلت، اترعش كل كياني. جدي مات من الحزن والزعل على الخدام بتاعه، ليه ما زعلش عليا وانا مرمي في الشوارع ليل نهار؟ على كل حال انا اتسببت في موت جدي لما قتلت عم ادريس. عطيت ظهري للبواب ومشيت، ما كنتش عارف اعمل ايه. رجعت شقتي اللي انا مأجرها، اللي قربت اسلمها لاصحابها. قعدت فيها، لا باكل ولا بشرب ولا بروح ولا باجي. اتنفضت ليلتها بالليل على صوت جرس الباب. قربت من الباب وانا خايف، حطيت ودني على الباب، اتكلمت بصعوبة وانا بقول: مين اللي بيخبط؟ وسمعت صوتها، ده صوت كاميليا. سمعتها بتقول: افتح يا سيمورسي، انا كاميليا. وفتحت الباب بسرعة وبرقت، انهار كل كياني. اتنفضت واترعشت لما حوطوني العساكر والضباط، قبضوا عليا، بيستخدموا كاميليا عشان تكون طعم ليا ويقبضوا بيه عليا.
اللي فهمته ان العمارة متراقبة بالكاميرات، ولما البوليس راجع كل حاجة شافوني من اول الحكاية لاخرها. شافوني وانا بتكلم مع كاميليا، ولما كاميليا فتحت لي الباب الساعة 3 بالليل، ولما طلعت السلالم ودخلت شقة جدي، ولما نزلت اجري من الشقة زي المجنون بعد ما قتلت عم ادريس. حكيت للحكومة على كل حاجة، حكيت لهم حكايتي انا وجدي الجبلاوي من اولها لاخرها، من ساعة ما غضب على ابويا وطرده لحد اللحظة اللي مات فيها بسببي. وكان موجود قدامي عم مصطفى، كان موجود معايا وهم بيحققوا معايا. عم مصطفى اللي كان بيخدم جدي هو كمان وبيجيب له الحاجة من السوق. قرب مني عم مصطفى، عينه وسعت بذهول، بصلي وقال لي: هو انت حفيد الجبلاوي ابنه الكبير؟ وهز دماغه بحسرة وقال: ده جدك كان منى يشوفك قبل ما يموت، كان بيحلم باليوم اللي يلاقيك فيه ويديلك حقك وزيادة كمان. واترعشت، وسعت عينيا زي المجنون، وعم مصطفى بيهز دماغه وبيقول: ما رحتش لجدك ليه؟ كان عطاك اللي انت عاوزه وزيادة من غير ما كان يحصل كل ده يا ابني. واتنهد عم مصطفى وهو بيبصلي وقال: انت استسهلت طريق الشر ومشيت فيه، وما خدتش بالك ان طريق الخير مفتوح لك، بس انت اللي اتعميت عنه. هزيت دماغي، ما اتكلمتش. عم مصطفى عنده حق في كل كلمة بيقولها. ما كانش ينفع اتكلم، ولا كانش ينفع الندم ما بقاش ينفع ابدا ابدا. استنونا مع حكاية جديدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.